وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفه جديده على قناتي وقناتكم قناه مريم شانيل تي في. اولا كنبغي نعتذر على الغيبه الطويله، يعني لاسباب صحيه ولظروف عائليه، ولكن الان غادي نستمر ان شاء الله في سلسله ديال الحلويات العيد ان شاء الله. اول شكل غادي نحضروا مع بعضياتنا غادي يكون هو عباره عن حلوه الهلال، حلوه الزمن الجميل اللي يعني كبرنا بها بطبيعه الحال وكانوا كيحضروها الامهات ديالنا. غادي تكون يعني بمقادير كما كتشوفوا معايا على سطح العمل، مقادير جد بسيطه. يعني وكتحضر في الحين كتجي شيشه يعني وكتذوب في الفم. غادي نبداو على بركه الله والمقادير الحلوه ديال الهلال ديالنا. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج، عندي كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال السنيده، كنحتاج لواحد ساشي ديال الفاني يعني للتنسيم، عندي خماره كذلك، عندي واحد 3 من الجبن المثلث، عندي 250 غرام من الزنجلان محمر ومطحون، عندي كذلك 250 غرام من كاوكاو محمر ومطحون. الدقيق غادي يكون حسب الخليط، وعندي 250 غرام من الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ. اول شيء غادي نبداو بالصلاه والسلام على الحبيب ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نبداو بالزبده كما ذكرت لكم 250 غرام، غادي نعملها كاملها. وكما ذكرت لكم سابقا الزبده تكون بحراره المطبخ، يعني باش تعاوننا حتى في العجين ديالها. غادي نضيف كاس ديال الزيت، كذلك كاس ديال سكر سنيده، وساشي ديال الفاني، كما شفتوا. غادي نعجن الزبده ديالنا مع الزيت والسكر السنيده. صدقوني هاد الحلوه يعني كتجي رائعه، يعني حلوه زمان سهله في التحضير، وكما شفتوا ما فيهاش مكونات يعني اللي هي كثيره، كتحضر في الحين. كنبقى هنايا مستمره، يعني نمزج الزبده والسكر والزيت حتى ترجع عندي العجين على شكل بوماط. كما كتشوفوا معايا من بعد ما يعني حكيت الزبده مع الزيت وكذلك يعني سكر سنيده، الان غادي نضيف الزنجلان اللي ذكرت لكم سابقا، 250 غرام ديال الزنجلان اللي محمر ومطحون كذلك، وغادي نضيف 250 غرام من الكاوكاو اللي حتى هو حمرته وطحنته. كما كتشوفوا معايا غادي ندمج يعني الخليط كامل. يعني هنا بامكانكم الا جاتكم يعني العجينه يعني شويه ناشفه تضيفوا ليها يعني نص كاس ديال الزيت، اللي تيبغيها تكون هشيشه بزاف. يعني كما كتشوفوا كتجي بحال الشكل ديال املو. من بعد كما شفتوا كيرجع معايا الخليط على هذا الشكل. الان غادي نضيف 3 ديال المثلثات من الجبن، يعني من اي نوعيه كتختاروها نتوما، كيبقى على حسبكم نتوما والمتوفر عندكم. غادي ندمج فرomاج مع العجين، الخليط اللي عندي ديال الزنجلان والكاوكاو.
غادي نضيف الخماره ديال الحلوى نوزن 8 غرام، وغادي نضيف الدقيق. هنا عندي تقريبا حوالي واحد 600 غرام، يعني على حسب الخليط، يقدر يهز يعني اكثر او يهز اقل. يعني كنمشيو كما قلت لكم عينا ميزاننا، العجين ما يكونش قاصح. هنا كيف ما كتشوفوا معايا يعني الكميه ديال الدقيق يعني هزتها ليا الخليط كامل. هنا كما كتشوفوا يعني العجين ديالنا خاصنا كيف ما تنديروا في اليد ديالنا على هذه الطريقه، يعني خاصها تجمع لينا. الان غادي نبداو كما كتشوفوا معايا يعني نشكلوها على شكل هلال. بهذا الشكل هذا، وكنحطوها في الصفيحه ديال الفرن ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، يعني الشكل هلالي على هذا الشكل. غادي نبقى انا مستمره حتى نكمل العجين ديالي ونتلاقاو. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما شكلت العجينه ديالنا على شكل الهلال، انا في هذه الاثناء يعني مشعل الفران مسخناه من قبل. غادي ندخلوا الحلوه ديالنا للفران ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما طيب باش غادي نفندوها، وما نتلاقاو كذلك في الشكل النهائي ديالها. خليكم معايا. الغزالات ديالي بعد ما خرجت الحلوه من الفران كما كتشوفوا حلوه الهلال. الان غادي نقوم بالتفنيد ديالها. عندي هنا السكر كلاصي، يعني السكر كلاصي اللي هو بطبيعه الحال كيكون سبيسيال خاص بالحلويات. غادي نفندوها على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، كتجي هكذا، وغادي نحطها في طبق ديال التقديم. غادي نكمل انايا حتى نكمل الحلوه ديالي، ونتلاقى انا وياكم ان شاء الله في الشكل النهائي لحلوه الهلال. خليكم معايا. هذا كيكون هو الشكل النهائي كما كتشوفوا معايا ديال حلوه الهلال، كتجي على هذا الشكل. غادي نقطعها نقسمها قدامكم، يعني هشيشه شفتوا، يعني المذاق كذلك صدقوني رائع. كنتمنى انكم تجربوها، وما تنسونيش من تعليقكم الجميله، من لي لايك ديالكم، ومن الاشتراك. كذلك نبغي نجدد الترحاب ديالي بالناس الجدد اللي انضموا لقناتي وقناتكم قناه مريم شانيل تي في. الى هنا غنقول لكم الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في امان الله.